مجرمين مجرمين طغاة يعرفهم من نياتهم. يعني الإمام سلام الله عليه الله يكشف له وما يحتاج له إلى جهاز مخابرات، يكشف له الواقع. إذا اثنين يتقاضون يقول الحق مع فلان رأسا بدون شهود، إذا أشخاص يقول بعض الأشخاص يزورونه، هذه جايين وفد هيئة يقول هذا خذوه هذا خذوه، هذا مجرم هذا قاتل هذا عنده خطة. إذا الإمام سلام الله عليه مهدي من ربه، يكشف الله عز وجل له بعض الأعداء فيحاسب على نيته، أما يحاسب المؤمنين على نواياهم ويدعو لهم ويستغفر لهم وهو أرحم بهم، هو رحمة للعالمين كجده رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. الأخ أبو سارة تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام يا حبيبي. شيخنا هناك أحد شيوخ الوهابية يتحدث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرايات السود، يقول إنه شعورهم كالنساء وقلوبهم كشبر الحديد، يتحدث ويقول قال رسول الله. لا هذا هذه الرايات السود ما يصح. رايات داعش. لا هذا ما يصح. هذه عمي رايات بني العباس، ورواية في ذمهم عن أمير المؤمنين. بني العباس قالوا احنا أهل الرايات السود وطلع كذب. أهل الرايات السود بعضهم ما إجوا، هم أنصار المهدي سلام الله عليه الإيرانيين. أنصار المهدي راياتهم سود صغار وهذه موجودة. يحاول العباسيين يطبقوها عليهم، الآن الطالبة يحاولوا يطبقوها عليهم ولا يصح. نعم. يقول هذا الأخ أيضا ليش تلعنون أم المؤمنين؟ نقول لهم لا يا أخي، احنا نداريكم ونحفظ لكم رموزكم، لكن نتكلم بما فعلته، ما نسب ونشتم، لكن نتكلم بما فعلت أم المؤمنين وهذا من حقنا. طيب. يقول أنا أعيش في منطقة لا يوجد فيها مساجد شيعة، هل يجوز لي أصلي في مسجد أهل السنة؟ إذا مو وهابي صلي فيه، إذا وهابي لا حبا ولا كرامة. إذا مو وهابي صلي في مسجد سني، وإذا أنت ما تعرف إماما يمكن أن تقرأ لك بإخفاء التابع وصلي وياهم. وإذا ما تستطيع أن تسبل يديك لأنه يتكلمون عليك وأفقهم ضيق، يمكن أيضا أن تتكتب. يقول في أحكام للصلاة على حسب مرجع تقليدك أنت طبقها.